السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهم حاجه نصلي على النبي. نتيجه الثانويه عامه طلعت، طبعا اول ما اسم الثانويه عامه بتظهر البلبله بتحصل. طلعت قائمه الاوائل وزي ما كنا متوقعينها على طول طلع الواد اللي ابوه زباله وبيذاكر على طبق فول جيرانهم. طلع الواد اللي كان بيذاكر من كتب المدرسه مش عارف ازاي. بس اكتر حاجه ضحكتني الواد اللي طلع قال ان سبب نجاحه هو اتباعه لنظام الطيبات، وان قدوته ابوه دكتور ضياء العوضي. انا بتمنى ان الخبر ده يكون فيك، عشان الخبر ده لو طلع حقيقه احنا في كارثه، احنا في مصيبه. ما ينفعش حاجه زي كده تعدي بالسهل. النتيجه ده خلينا نتساءل، هل احنا تعرضنا للظلم التحكيمي ولا دي نتائجنا الحقيقيه؟ عشان نبقى متفقين، احنا عارفين ان اوائل الجمهوريه دول ممكن يكونوا بيطيروا ويشخوا رأس، بس هل هم بيطيروا ويشخوا رأس لدرجه ان هم يخلوا لجنتهم كلهم يجيبوا 90%؟ الامر ده يثير الشك الصراحه، يعني حاجه مش طبيعيه. بس اكتر حاجه ضحكتني اللي جايب 60%. انا ما عنديش مشكله مع الشاب اللي اسمه زياد اللي جايب 60%، انا عندي مشكله مع الناس اللي طلعوا عملوا كونتنت على انهم زياد اللي جاب 60%. الناس دي استغلت حاجه موجوده او مترسخه فينا كشعب مصري، هي احنا بنحب الدراما. العيال دي عرفت تحقق الدراما، زي مثلا الكومنت ده. بص يا اسطى، عشان انا كنت كاتب في فيديو تاني بس محدش يشهرني، بالامانه بالامانه بالامانه، يعني انا واحد اطلع على التيك توك عارف ان في مشكله مثيره للراي العام، وطالع كاتب في كومنت يا جدعان ما حدش يشهرني، ما حدش يشهرني يا جدعان، مش عايز اتشهر، عايز شوشره. اسمع بس اللي حصل في اللجنه، الواد اللي جاب 100% ده متوصي عليه جامد، المراقبين جم يغششوه، فواحد صاحبي اسمه اسلام عايز اتاكد ان لجنتهم اصلا فيها اسلام ولا لا، زعق وقال لو هتغششوه غششونا احنا كمان، وراحوا مغششين كله. وانا ما لحقتش عشان الوقت كان قصير والامتحان كان صعب. ايه علاقه ان الوقت كان صغير والامتحان كان صعب؟ ما انت هتغش يا اسطى كده كده، ملاحظ انت هتغش اصلا. تمام. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. اكتر حاجه مضحكاني ان هو بيحاسبن عشان ما غشش، يعني مش بيحاسبن عشان هم غشوا، لا هو بيحاسبن عشان هو ما غشش، فهو الوحيد اللي جاب فيهم 60%. طبعا ده مش اكونت زياد الحقيقي 100%، 100 200%، ده اكونت واحد فيك شبه اكونت ده بس. هاي ايام زياد، لجنتي كلها دكاتره واوائل جمهوريه، وانا مش لاقي كليه اقدم فيها. قد ايه دراما كوين بجد انك مش لاقي كليه تقدم فيها. على فكره اي حد بقى بيحط الايموجي القلب المكسور ده لا يستحق ان هو يخش كليه اصلا، يعني في العموم عامه. كل ده عشان سمعت ام كلثوم في السماعه بدل ما اغش زيهم. بجد 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 دمك خفيف فشخ. انصحك تقدم ستاند اب كوميدي عشان الناس يمسكوك، عشان انت ده مش خفه دم بني ادم طبيعي. شويه بني ادمين داخلين في الكومنتات يقولوا انت بتحقد عليه. احقد عليه ليه يا اسطى؟ ده اولا ده علم علوم. اولا ده اي بي، ده علم علوم. ثانيا ده علم علوم برضه. احقد عليه انا علم رياضه يا اسطى، انت بتقارن ايه بايه؟ انت بتقارن ايه بايه يا اسطى؟ خلصنا من ظاهره استاذ زياد اللي هو مش زياد. اكيد هو مش زياد، هو واحد منتحل شخصيته تقريبا، غير اسمه مخنوقه دلوقتي حاجه كده. يعني هسألك سؤال، يعني هو هل في واحد فاشل هيقدر يجيب 100%؟ ممكن. ليه لا؟ طب ليه مش كلهم جابوا 100%؟ معرفش. طبعا كده ولا كده مش ربنا، انا مش هعرف احاسبه ولا هعرف هو كذاب ولا لا. ربنا هيحاسبه على الكلام ده كله، فاحنا ما نقدرش نتكلم في حاجه احنا ما عندناش دليل عليها. اقدر اتكلم عليه بجد، يعني الناس ولاد الناس ولاد اللي طلعوا يحلبوا منتج النتيجه ده. النتيجه طلعت والدنيا خلصت خلاص، يظهر لك شويه ناس اشباه بني ادمين، بجد والله اشباه بني ادمين مخلصين ثالثه ثانوي من سنه تقريبا، او عايدينها 19000 مره، معرفش اعملوا الفيديوهات دي. واللي في مال سرقوا مني ايام تجارة الاحوال خلوني معرفش انام غصان في التعب. بجد ده مثلا يطلع يقول لك عملت اللي علي بس ده مش بيرد. لازم طبعا يحطوا ايموجي القلب المكسور، ان هم عندهم دوره، دول مش بني ادمين عاديين. وطبعا انا عندي عداوه شخصيه مع الناس دي كلها. ليه؟ لان هم ولا كانوا ثانويه عامه، او لو بجد دول ثانويه عامه فانت تستحق بجد انك تجيب مجموع خرا برضه. الناس دي بجد لازم ما ينفعش تعيش، لازم نقضي عليهم، نقضي عليهم. انتوا بجد دماغكم في حته تانية. انتوا لازم يا عم. قصة من الناس اللي طلعت تحلب محتوى النتيجة، وإن قد إيه هي اتظلمت وتعرضت لقهر. نو فير ريفري، نو فير حاجة كل سنة أولياء الأمور. عندي تعليق بسيط في الموضوع ده. أنا مبسوط جدا، مبسوط جدا إن أولياء الأمور ابتدوا يدعموا أبنائهم وأولادهم والكلام ده كله. أنا مبسوط لحاجة زي كده. شجع ابنك، شجعه بيتك. أنا مش مضطر إن
من القرف اللي انت بتكتبه. طبعا شايف ولية الامر اللي داخله في الكومنتات تقول دي اشكال الناس اللي داخلين بسماعه. مش هرد عليك الصراحه عشان انت مهبوشه في دماغك اصلا. انت كده مريضه نفسيا، انت كده بجد تعبانه في مخك. روح شوفي نتيجه ابنك اللي جاب 33 فاكر نفس درجه حراره، تمام، وانطري قبلكاش. المشكله بقى الكبيره فشخ ان احنا كبني ادمين ما بنركز على اسباب فشلنا، احنا بنركز على نجاح الاخرين. يعني واحد بجد جايب 55% مثلا وطلع يعلق على اول الجمهوريه. يا ابني كنت غشيت، يعني هو على الاقل بيعرف يغش، انت عشان تغش يعني انت ولا ناجح دين ولا اخره. يعني بجد انتوا مرضى نفسيين وناس دم تعليم. هو عايز يفشلنا عشان يقنع بان البكالوريا دي احسن حاجه في الكون، وان انا مستهدف من قوى دوليه، انا مستهدف من الاف بي عشان اكبر حاجه في الكون، عشان هم عايزين يسقطوه. ليه؟ لان هو مستهدف دوليا. يعني هو مش كان عادي كده، مش شبهنا ما بياكلش بيشرب، هم ما بياكلش بيشرب. انا عايز اظبط الاضاءه، انا تعبت. ازاي الدوله مش ازاي الدوله ليه مخصمه معاك؟ يعني هي ليه الدوله مخصمه معانا؟ يعني ليه الدوله مخصمه معانا؟ ازاي ما يبقاش ده مجهوده، وقاعد بيسكرول على التيك توك طول السنه، وقاعد بينزل بوستات، بينزل حاجات، حاطط لك كتب كده وما فتحهاش ويقول لك خلصت ليالينا سوا. ما انت ما فتحتهاش يا اسطى، خلصت لياليك وانت قعدت معاها 3 دقايق على بعض، ما نحاور على بعض. على فكره الامتحانات كانت تتحل السنه دي عادي، ما كانش محتاجه كل الصياح ده. شايف برضه وليه الامر اللي داخله تصيح في الكومنتات انت ابنك فاشل، انت ابنك فاشل بقى، روح اجلديه ولا اعملي انت ابنك فاشل. انا بقول لك انت ابنك فاشل. انا داخل بالسماعه دي في اللجنه، اه عايزه ايه كمان؟ داخل بالسماعه دي عايزه ايه كمان؟ اقول لك ايه تاني؟ او انا داخل بالسماعه دي، اقتنعت ان انا سماعات وغاشش وخلاص الدنيا جميله. ابنك فاشل خلاص. يعني انا شايف ان نقطع على النت فعلا على اولياء الامور. اجلد ابنك في البيت، مش لازم تجلده على النت. ولو عايز ابنك برضو، انا مش مسؤول ان انا اشوف دلدل من الحاجات القرف اللي انا بشوفها دي. كان في واحده مخصم معاها في الكومنتات فيمينستيه كبيره قوي، هطلع اجلدها. انا هطلع اجلدك يا طنط عشان قالت عليا ان انا بشخه وفاشل. هطلع اجلدك في فيديو كمان، بس استني اتقال على رزقك. محدش هياخد حاجه اكتر من نصيبه. اقعد ساكت وقول قدر الله ما شاء فعل، وده نصيبك ودي درجتك. محدش بيتجمع عليك. حلوه بيتجمع. محدش بيتجمع عليك يا اسطى بجد، يعني محدش بيتجمع عليك. سلام. أيوة خطفني السحر جاي.